اليوم حبينا نغير تقريبا ببرنامجنا حتى يصير أكثر واقعية. اكو ناس تحدثوا عن موضوع الملاعب القانونية، فاليوم راح ننقل تجربة حلوة. راح نروح وإياكم إلى ملعب الزوراء لاختبارات لاعبين من اللاعبين اللي احنا اختاريناهم في برنامج مواهب كروية، وتحديدا من ضمن قائمة ال50 لاعب. فخلينا نشوف منو جاهز للتحدي ويانا. ابو موسى وعابس وابو فقار وفقار، خليكم ويانا وخلينا نشوف. جاهز؟ النوارس لونهم ميلون القلوب، ويتعب ما يبين للناس متعوب، ومن يلعب بكيفه يسجل جوال. المهم جمهوره ما يشوفه مظلوم. الله باللعب ونسى وجمال، يعني نورس واسمه اعلى من الجبال. دول الابيض باللعب ونسى وجمال، يعني نورس واسمه اعلى من الجبال. كنا انجازات نخسر لا محال، كنا انجازات نخسر لا محال. زورائي زورائي والدور السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وحياكم الله ببرنامجنا برنامج مواهب كروية. اليوم جايكم بحلقة جديدة من برنامجنا اللي يسلط الضوء على المواهب والفئات العمرية، وكالعادة مع أحد الداعمين للفئات العمرية والداعم بقوة، ما نقول أحد الداعمين. خلي نرحب بنجم الزوراء العراقي الكابتن القدير عدنان محمد أبو سعدية. حياك الله كابتن. تحياتي لك حبيبي. مرحبا بك حبيبي، حياك الله. الله يحفظك. طبعا اليوم أنا سعيد جدا أنه ألتقي وياك، لأنه أنت داعم كبير لبرنامجنا، وسبق وأن تحدثت وياي أنه أي لاعب تكتشفونه احنا حاضرين وجاهزين، وهذه لابد أنه أذكرها للسادة المشاهدين، لأنه كابتن عدنان أبو سعدية هو داعم جدا لبرنامجنا، ودائما هو اللي يحثني أنه ذاك لاعبين كذا هيجي جيبهم. فحياك الله كابتن. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا بنادينا، وهو نادي الكل، نادي الشعب، نادي الزوراء الرياضي، واحنا داعمين للفئات العمريه ولكل المواهب. اي موهبه تكون لديه القدره على اثبات نفسه، فنادي الزوراء من خلال المدير الفني اللي هو عدنان ابو سعديه مفتوح ابوابنا للكل ان شاء الله. بارك الله بك. أنا جدا أشكرك، وحقيقة أنه أنت تستاهل هذا الله يحفظك المكان اللي أنت بيه، وتستحق الأكثر إن شاء الله. الله يخليك. مثل ما جبنا اليوم أحد اللاعبين اللي إحنا اختاريناهم ضمن قائمة ال50 لاعب لمواهبنا وفئاتنا العمرية، اليوم ممكن أسأل سؤال كابتن. نادي الزوراء يعني تحت قيادتك وإشرافك، هل يعني نادي الزوراء مرتبط بأكاديمية ربحية؟ يعني شلون نقول لك هسه مثل ما بعض الأندية تسوي هيجي، انه اللاعب ما يمر لهذا النادي اذا ما ينطي فلوس لهذه الاكاديميه، فهذا الشيء موجود. نادي الزوراء هو نادي الفقراء، ما نعتمد على هذا الشيء. قلت لك احنا عندنا الموهبه فوق كل اعتبار. الربحيه والاكاديميات هاي ما مرتبطين بها. نعم. نادي الزوراء اي لاعب عنده القدره والموهبه ياتي مباشره بدون فلوس، احنا نعطيه فلوس مو هو اللي يعطينا فلوس. بارك الله بك. فهاي نادي الزوراء معروف هو مدرسه الكره العراقيه، ماكو يجوز صارت مدارس اهليه، لا، يبقى نادي الزوراء هو مثل المدارس الحكوميه، دائما هو اللي ينطي ما ياخذ. ما شاء الله. اللاعب اي موهبه وعنده القدره الامكانيات الفنيه والفرديه كل هذا ابواب نادي مفتوحه لهذا الشيء. ما شاء الله كابتن، جواب مقنع وشافي وخرج من القلب ودخل الى القلب، لانه يحمل كثيرا من المصداقيه والعفويه اللي احنا دائما نلتمسها بك. عفوا كابتن. نادي الزوراء مثل ما يعني نتحدث دائما هو نادي الشعب ونادي جماهيري له قاعده كبيره. ممكن راح نتحدث عن دور الفئات العمريه تحت قيادتك، شلون تتعاملون ويا الفئات العمريه، استلام الفئات العمريه من البدايه الى حيث نحن، شلون يعني دا يتعامل ويا كابتن ابو سعديه؟ هل في يعني بي نوع من الصعوبه؟ يعني ممكن اني اكو اشياء ما تخطر على بالي، يعني راح يعني اتركك ويا هذا الجانب حتى تنورنا بحديثك كابتن.
انا ليست وليدة اليوم، انا من قبل سابقا مشتغل مع الفئات العمريه، نعم. فهاي التجربه مار بها، فهاي الامور من اجيت ثاني كمدير فني الامور سهله صارت نعم. عندي، لان عندي الاطلاع الكامل، عندي التصور الكامل عن الفئات العمريه، شو يحتاج لها، شلون نطورها، شلون نوصلها لمرحله يكون لاعب نجم. فمن هالباب فقلت لك هي بعد تغيير الاداره واتيان باداره مؤقته حاليا الى ان تصير انتخابات واتيان باداره دائميه، ان شاء الله يكون الدعم متواصل من احسن الاحسن ان شاء الله. انا دا اشوف هسه حاليا بما انه ذكر الاداره، وهذا ليس مديحا، انه الامور ماشيه بنادي الزوراء على اتم وجه. تكريم هنالك لاكثر اللاعبين، الفريق من يفوز يكرم. اعتقد هي الفتره اللي مر بها الان الزوراء فتره ذهبيه، اذا وافقتني الراي، فتره ذهبيه، لانه الاداره الجديده داعمه للاعبين وداعمه للفئات العمريه وللنادي بالاكمل. اكيد قلت لك، هو احنا قبل لا نستلم هاي الامور، زمام الامور، احنا كان تفكيرنا وتخطيطنا على هذا الشيء، يعني الاول الاهتمام بالقاعده، تعرف الاساس تكون اساسه قوي دائما ما تخاف مستقبلا، يعني عمل خطه خمسيه او عشريه لقادم الايام، يرجع الزوراء كما عهدنا سابقا المدرسه اللي هو ينتج اللاعب ويصدر للفرق، ما يجيب من الفرق ويرجع لنادي الزوراء، يكون ابنائهم الاولى به تمثيله من فئات من البراعم. عندنا هسه حاليا 14 12 هاي براعم، 11 10 تعرف اشبال، 9 8 يعني 8 ناشئين، 7 6 هم اللي شباب، 5 و4 الرديف. فهاي الامور قلت لك نهتم بهاي القواعد. قلت لك العراق زخر بالمواهب الجيده، لكن نريد دائما ما موجود اللي يصقلها ويطور من امكانياتها، فان شاء الله نعمل على هذا الشيء، نعلم اللاعب من الالف للياء حتى من يروح الخط الاول عنده اساسيات كره القدم. ده نشوف احنا مثلا ابرز اللاعبين يبرز له سنه سنتين بعدين يختفي، صحيح. يعني هو مدرس صحيح، تشوف او اصابه او القدره اللي يمتلكها مسع فاني يطول اكثر من موسم. اثناء توليك اداره ملف اشرافك على الفئات العمريه، حتى التغييرات بالجانب والكادر التدريبي، لو استمريت على نفس الكادر مع ملاحظات. احنا عندنا بعض التحفظات، لكن تبقى مثلا دول هم اهل الخبره موجودين، مرور الايام تعرف كل واحد مثلا هو امام نظرنا كمدرب، نشوف قدرته على اداره الفريق من حيث العمل الفني، من حيث الثقافي، كيف اداره المباراه. هاي كثير من الامور نسجل عليها ملاحظات، مثلا كل شهر نقيم كل مدرب ونعطيه حقه، اذا كان جيد فهو يتكرم، اذا كان سيء نعطيه لفت نظر بهذا الشيء. فقلت لك عندنا جبنا حتى مدربين جدد، يعني مو من المدرسه الزوراء، لا وجدنا بهم الكفاءه هذه في تطوير مسيره نادي الزوراء من خلال فئات العمر. يعني ممكن اكو اضافات حتى اكيد، ما قلت لك احنا بقت احتراف، بعد ما احترام ماكو مثلا الا لاعب قديم من الزوراء، يكون الاكفأ هو يكون له مكان من خلال الكوادر التدريبيه. صحيح. زين كابتن، ممكن يعني نتحدث عن موضوع اللاعبين الفريق الخط الاول، عن عوده النجوم الزوراء الى سابق عهدهم. نتحدث عن يعني بالفتره الحاليه انه برز علي يوسف. اريد اتحدث عن علي يوسف وتاريخ علي يوسف. هل علي يوسف هو فعلا ابن الزوراء؟ مسألة ابن الزوراء قلت لك احنا بوقت احتراف، ما هو طلع مننا يعني مثل ما يشاع انه هو ابن الزوراء ورجع للزوراء. ايوه رجع، طلع عقد احتراف تعرف بايران ورجع النادي السابق نادي الزوراء. لاحظ علي يوسف يعني مستواه البياني بتصاعد، وده يقدم يعني من خلال خط الهجوم يعني كثير من المباريات، وكان السبب في فوز الفريق باكثر من مباراة. انت نجم من نجوم الزوراء وتشهد لك الملاعب. علي يوسف الآن يعني برز بنادي الزوراء أكثر من ما برز في نادي القوى الجوية، أكثر ما برز في نادي الشرطة. علي يوسف يعني الآن مسلطة الأضواء عليه، من ناحية أنه لاعب بدأ الآن بدأت مرحلة التوفيق، يعني وحيثياتها بدأت من علي يوسف. هذا الجانب أنت تعتقد أنه راح يروح بعيد بالمنتخبات الوطنية، راح يروح ممكن حتى بالمنتخب الوطني نفس المستوى برأيك؟ اكيد، هو اللاعب عندك، كل لاعب عنده طموح ان يصل الى اعلى مرحله هي التمثيل الوطني، المنتخب الوطني هي اخر مراحل اللاعب يعني بتصوراته وحلم ان يوصل منتخب، وحلم كل لاعب ان يوصل
مرحله المنتخب الوطني. شفنا علي يوسف يعني ما كانت دعوه سابقه للمنتخب لا من خلال الزوراء، صحيح. شفنا في الدعوه الاخيره علي يوسف كان متواجد من خيارات كاساس. ان شاء الله نتمنى له التوفيق ويعطي اكثر، اذا اعطى فرصه كامله ان شاء الله نشوفه هو اللي يكون له مكان في المنتخب الوطني مستقبلا. كابتن عدنان محمد من الداعمين للمنتخب الوطني، ودائما ما يتصيد بالماء العكر ولا يصرح تصريحات تؤثر على اللاعبين، لكن اليوم أنا ممكن هذا الجانب الإيجابي راح أحافظ عليه من خلال الكابتن عدنان محمد أبو سعدية. الفترة المقبلة نحتاج إلى ماذا برأيك لمنتخبنا الوطني ولاتحادنا العراقي؟ بماذا يعني هي نصيحة وقد يكون رأي للكابتن عدنان محمد في إدارة منتخبنا الوطني؟ لك هو دائما منتخبنا الوطني يعني من خلال تصفيات نهائي الكأس العالم المرحلة الثالثة كان ينقص الاستقرار الفني، استقرار اللاعبين، كثرة تغيير اللاعبين من مباراة لأخرى. نعم. ما أثر سلبا على أداء المنتخب. شفنا الفريق العراقي أكثر من مباراة خاصة بطولة الخليج بدون هوية. يعني ما كمدرب اسباني احنا ما ننتقد المدرب الاسباني، بالعكس احنا ننتقد عمل. صحيح. احنا نحاول اكو يجوز امور خافيه عنا، فمن خلال مشاهدتنا وخبرتنا بالملاعب ان يصحح هاي الامور. قلت لك ما صار سنتين بالمنتخب الوطني مدرب اجنبي، اعطي اكثر مدرب اجنبي اتى للعراق اعطيه فرصه كامله، ولكن لحد الان نشوف المنتخب الوطني ليس بالمستوى المطلوب. قلت لك نقص الاستقرار، من يوجد الاستقرار الفني نشوف اللاعبين يقدمون ويؤدون. اغلب اللاعبين نشوفهم مثلا مباراه يكون يقدم مباراه جيده، شوف المباراه اللي وراها مو بعد عن القائمه النهائيه، ما موجود الاستقرار الفني. الاستقرار الفني يولد لك كثير من الامور الايجابيه، نتمنى ان يوقف عند هذه النقطه. زين، يعني والاتحاد العراقي يعني سابقا انه ممكن صارت يعني بعض الانتقادات على يعني تصريح هنا وتصريح هناك، يعني ممكن انه تتفق معي انه ظهور الاعلام الكثير للاتحاد العراقي اثر كذلك سلبا على لاعبينا، على جهازنا الفني؟ قلت لك احنا التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هي اثرت كثيرا. تعرف الجمهور العراقي او المواقع منقسمه قسمين، مع المغترب ومع اللاعب المحلي. ما اثر يعني حتى ولد كراهيه بين اللاعب المغترب واللاعب، الاثنين هم يصبون في بودقه واحده هي خدمه الكره العراقي. احنا ما نفرق بين اللاعب، بالعكس اذا اللاعب المغترب يكون اضافه بالعكس احنا مرحب به. كثير من دول العالم اللاعب المغترب يكون هو الاضافه لهم في من خلال تصنيفهم، حتى من خلال البطولات اللي يحققوها. بالعكس احنا من اللاعب المحلي واللاعب المغترب هم اثنين هم جايين الخدمه حاملين شعار الوطن. فهاي احنا ما ننتقص لا من اللاعب المغترب ولا من اللاعب اللي يكون الاكفأ هو المكان اللي يكون له مكان موجود ضمن تشكيله المنتخب الوطني. يعني انا اقصد انه يعني الظهور المتكرر لاتحادنا العراقي يعني اثر سلبا على اللاعبين يعني بالخصوص. وقلت لك احنا مرات اكو تدخلات هي سافره تصير على عمل المدرب، ما يولد ضغط على المدرب. يعني لحد الان احنا اتحادنا العراقي هو منقسم قسمين، قسم يعني مجاميع، يعني نشوف تصريحات رنانه شكاوى بيناتهم واحد ضد الثاني، اذا ما يكون استقرار بعضها دائما يقول لك مثلا هسه الزوراء نرجع له قبل فتره ما كان استقرار اداري، شوف نتائج الزوراء سلبيه. نعم لكن وجد الاستقرار الاداري، شوف المستوى الفني استقر والفريق الزوراء مشى بالطريق الصحيح والان مصدر بطوله الدوري. فالاستقرار الاداري قبل الفن، وين ما وجد الاستقرار الاداري وجد الامور الفنيه هي في اعلى مستوياتها. ما شاء الله كابتن، يعني انت اجابه يعني مقنعه وفوق المقنعه. اكيد. ما شاء الله كابتن. يعني نرجع الى الفئات العمريه، منتخب الناشئين، ويعني تحليلك لمنتخب الناشئين بعد الهفوات اللي ممكن صارت. يعني هي ان شاء الله يعني اخفاقات ممكن يستفاد منها كادرنا التدريبي وقياده الكابتن احمد كاظم، تحياتنا له. يعني تشوف انه هذا الجيل انه راح يعني يستمر، خصوصا احنا دائما نشوف انه منتخب الناشئين مع مدرب، خرج المدرب انتهى هذا الجيل، لازم نجيب جيل غيره. مو قلت لك هي الاستراتيجيه تعتمد على الاستراتيجيه، اذا كانت استراتيجيه طويله الامد فيولد لك كثير من الامور الايجابيه، اذا استراتيجيه على مدى سنه او سنتين فهذا ما يولد لك مثلا يخرج لك مواهب باستمراريه تلك المواهب. الكابتن احمد كاظم تحياتنا، انا عملت مع رجال يعني يشتغل يعني باخلاص، مدرب كفو حقق اكثر من انجاز، لكن عدم توفر الامور
الاداريه واللوجستيه الاخرى من خلال معسكرات، مباريات وديه، انهمل المنتخب الاولمبي وسكوته ما ادى مثلا صارت مثلا يقول شماعه او كبش فداء لكثير من اعضاء الاتحاد وتمت اقالته. الان اتيان بمدرب اسباني. انا قبل يومين كنت في دوره تدريبيه مكثفه مع الليغا، اتيان بمدرب يمكن اسمه كارلوس تحت 17 سنه راح يجيب مدرب اسباني. نتمنى له التوفيق احنا بس يكون مثلا يشتغل يعني على اولا. ممكن واحد يجي يقول لك انه ما راح ينجح الا ابن البلد. لا ما كهيش في العالم كله هسه مثلا نجيب على مستوى منو مثلا برازيل يجيبون مدرب من غير جنسيه وهي البرازيل هي ملح كره القدم بالعالم. صحيح. الارجنتين اتيان مدرب غير ارجنتين ما لها دخل. اسبانيا اتيان بمدرب غير اسباني. شوف المانيا اتيان بمدربين غير الالمان، وهم تعرف الالمان وتاريخ الالمان وتاريخ الاسبان وتاريخ البرازيل، وما لها دخل جنسيه المدرب. دائما يكون لكن الاتيان بمدرب دي سي في قوي يعني مشتغل بهاي الامور. ما اجي مثلا مدرب مشتغل على مستوى محترفين وجاء طيب 16 سنه. قلت لك مدرب الفئات العمريه يختلف تفكيره والفنش مالته ورؤيته غير مدرب يكون محترفين. فمثلا المدرب المشتغل مع الفئات العمريه ليش مثلا ما نقول فشل احمد كاظم، لكن لم يحالف التوفيق لان ما مشتغل مع فئات عمريه ما ادى يعني ارباك له، وشفنا منتخب الناشئين يعني باسوء حالاته. صحيح. قلت لك دائما يقول لك ما يصح الا الصحيح. احنا نجيب مثلا يقول لك انت الخبز الخبازته. صحيح. مشتغل بالفئات العمريه يجيب مدرب مشتغل بالفئات العمريه، مدرب محترفين يجيب مدرب مشتغل مع محترفين، مو اجيب مثلا مدرب مشتغل مع فئات عمريه راسا يروح يدرب دور محترفين. هي تدريج دائما تدريج للاعلى، مو من اعلى الى الاسفل، من الاساس للهرم، مو من الهرم الرجعه للاساس. فهاي قلت لك هي كثير من اللغط صار بهذا الموضوع. احنا قلت لك العراق هو انا اشبه برازيل مصغر، لكن لا توجد استراتيجيه واضحه حتى بلجنه المسابقات بتسميه المدربين. يعني احنا قلت لك اكثر من مره اكثر من لقاء تلفزيوني قلنا احنا مثلا جبنا على راس الهرم مدرب اسباني، لازم احنا نجيب الاساس مدرب الاسباني على مود شنو هذا حتى يصير منظومه واحده يعرف هذا ايش منطيه، هذا ايش هاضم من تمارين، وين واصل مرحله، فيعتمد على مدرسه واحده. احنا ما نجيب مثلا اسباني ونجيب للاشبال او الناشئين مدرب برتغالي او مدرب برازيلي. فده لازم تكون المدرسه وحده على مود يصير النجاح مطول لفتره طويله، يعني استراتيجيه طويله الامد 5 سنوات او 10 سنوات. لازم يكون هيك الشغل، مو تخبط نقمز منا ومنا، لا اساسك اسباني توصل المنتخب الاول اسباني. فهذه هي الاستراتيجيه. اذا كان تخطيط هذا بالعكس احنا نشد على الاتحاد ان يكون دائما الفئات العمريه ولحد ما توصل الاولمبي الى الوطني هم مدربين اسبان حتى الكره العراقيه نشوفها بتطور، لكن ما تتطور اذا ما يوجد استقرار فني. زين، اكو عندي هسه فقره راح اسالك سؤال. طب بس قبل السؤال هذا يعني راح اسالك سؤال، بس لازم شو تسوي؟ تكتيكاني 10 ولا تكتيك 10؟ سؤال شنو هو؟ 3 اختيارات راح نعطيك. وين الكابتن عدنان محمد يرتاح؟ منتخب، نادي، الزوراء، بالاتحاد؟ قلت لك لا انا ما اخليك تجاوب هسه. واحد من يتكتك 10 اللي يفشل سؤال لو تجاوبه لو ما تجاوبه. انا مسوي متمرن ويا الرديف واشتغلت حديد وهسه رجلي واقفه بس هم اشتغل ما عندي شيء. يلا اوكي تكتك 10. كابتن سيد حبيب اعطيني كره رحمه الوالدين. ممنون. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 كافي لو بعد 25 26 كافي. هاي بكيفك انت هسه. يصير عيد غلبتك. زين هسه السؤال براحتك، تريد تجاوب لو ما تريد تجاوب؟ انا ما بايقن من صبري.
ها هسه براحتك، تريد تجاوب لو لا؟ لا انا راحت بنادي الزوراء، هذا بيت الثاني. يعني انا اشوفك ناس اكثر شيء مرتاح. اكيد. زين. رجع واحد مثل الطير ورجع العشه، يعني اشوفك ذكرنا يعني ايام الطفوله، ايام الصبا، ايام يعني مثلنا نادي الزوراء المنتخبات الوطنيه من خلال هذا الملعب. فدائما يقول لك الطير يرتاح بعشه، هذا عشه هو نادي الزوراء. تعشق هذا النادي لانه انت مثلته وجمهور الزوراء دائما. قبل لا امثله، انا كنت من الصغر انا عاشق لنادي الزوراء، كان نادي الزوراء. يعني كنت يعني نعومه اظافري اخوي ياخذني للملعب، وهذا حبا لهذا النادي، نادي زين. الزوراء. هسه احنا عندنا اللاعبين اللي جبناهم، لاعب تم اختباره ولاعب بعد لحد الان ما تم اختباره، يعني ان شاء الله بالايام الجايه نشوفه. بالايام الجايه. كابتن احنا يعني انا جدا اشكرك لانه اليوم احنا اخذنا من بالعكس وقتك. انا اشكركم. زين. واتمنى لك الموفقيه والنجاح الدائم، لانه انا قريب عليك في فتره من الفترات ولمست بيك ما لم يلمسه غيري من اخلاق ونبل الله يحفظك. قلت لك تفاني في العمل. الله يحفظك. هذا نادي الزوراء مفتوح للكل. نادي الزوراء لاي موهبه انت القدره الامكانيه، فابواب النادي مفتوح للكل. واهلا وسهلا بكم، شرفتونا. بارك الله بك، الله يسلمك. انا اشكرك. بس حبيب. قبل كل شيء خلينا نسال المدرب شنو نظرته عن اللاعب اللي بعده ما شافه. ما شافه بالتمرين جاي. بالتمرين ما لحق، ما حرام تحكم على لاعب ما اخذ فرصته. ما اخذ فرصته الى الان. لازم يراد له مثلا تمرين 3 4 يلا المدرب ياخذ تصور كامل على هذا، ما نريد نظلم اللاعب. بارك الله بك حبيبي. بارك الله بك. شكرا لنجم الزوراء العراقي، جاي يقول كوجويه. شوف ماكو فرق. شكرا لنجم الزوراء العراقي الكابتن عدنان محمد ابو سعديه، كان معي ضيفا مميزا بقناتنا قناه الهدف الاول وبرنامج مواهب كرويه، البرنامج اللي يسلط الضوء على المواهب والفئات العمريه. الى حلقه مقبله والى ضيف اخر، نلتقيكم ان شاء الله على خير في برنامجنا برنامج مواهب كرويه. في امان الله. شكرا كابتن. حبيبي. شكرا على المشاهدة، شجعنا بعلامة إعجاب، اكتبوا لنا في التعليقات.